هاي، ازيكم؟ انا رندا. هنعمل مع بعض النهارده كباب حله. مش عايزه اقول لكم درجه الحراره عندنا 100، فاللي هو يعني الواحد هيموت، بس انا عايزه اعمل اي حاجه سريعه. انا قطعت اللحمه وغسلتها، بس هغسلها تاني. ودول هستخدمهم 4 بصلات. اللحمه دي موزه اللي هي تبقى طريه، هغسلها وانضفها وابدا نعمل مع بعضينا الاكل. هنا انا حطيت طاسه، احط حبه زيت مش كتير. طبعا غسلنا اللحمه ونضفناها. انا بحب احمرها الاول، وبعد كده اطلعها واروح محمره البصل. هحمر اللحمه كده، مش هحط لها اي حاجه غير بعد ما تتحمر، لا بهارات ولا ملح ولا اي حاجه. هفضل اقلب فيها هي ونيه كده لغايه لما تتحمر خالص. طيب هو نزل ميته وشربها تمام. نفضل نقلب فيه كده لغايه لما نلاقيه لونه بدأ يغير ويتحمر. هنا في الخطوه دي انا هروح اقشر البصل واقطعه جوانح او طرنشات كبيره، صوابع رفيعه، بس مش ناعمه قوي عشان تستحمل. تمام. هفضل اقلب كده وهروح اقطع البصل. شايفين بدأت تتحمر ازاي؟ هنا بقى انا هقطع البصل. هي غسلته، قشرته قصدي وغسلته. الجو صعب جدا 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 جدا. هقطع كده. انا بقطع على ايدي، ما بقطعش لا على كبه ولا على مفرمه ولا اي حاجه. كده هقطعهم كلهم. انا عندي بس 4 بصلات. هي المفروض اللحمه دي بتحب البصل قوي، بس انا بصراحه ما عنديش ومش هنزل، الجو مميت. فاللي هو مشي نفسك. طبعا عارفه ان احنا في صيام، بس انا ولادي مش صايمين، انا بس اللي صايمه عشان بيبقوا بره كتير. فايه يرجعوا يلاقوا لك اكله حلوه. دي على بالي قوي قوي قوي. فلفل شطه مقلي، يا لهوي، مع العيش اللي انا كنت عاملاه امبارح، ما اقولكمش هيطلع طعمه ايه. بس كده. انا عورت صبعي، بقيت سكين، مفيش مشكله. شايفين؟ هنبدا بقى ايه، نسيبه كده كل شويه نقلب. طبعا شايفين اللحمه دي اهي حمرت. هنفضل نقلب فيه شويه كده، وبعد كده هكون مسخنه ميه في الكتل، وهزوده نص كوبايه نص كوبايه، بس لما البصل يتكرمل معايا شويه. هنا في الحته دي هحط حبه سكر، بتدي حلو، حاجه حلوه قوي للحمه. بصوا زي معلقه، مش كتير، ده سكر. ده عسل، حط زي معلقه كده، هيدي للحمه كرمله هي والبصل. يا لهوي، هتدي الاكل ايه في حته تانية. البهارات، الملح مش هحطه دلوقتي خالص، غير في البتاع ده في الاخر خالص.
عايزه لو حد يعرف حامل اقدر اتحرك بيه ما يعكسنيش في التصوير. انا مش عارفه نوع حامل يعني انا لما بعمل كده بلاقي ايدي ايه ظهرت وقفلت الشاشه، فانا عايزه حاجه بس تكون ايه، عارفه ان التصوير اللي فوق ده بس مش عارفه ازاي او نوعه ايه او اجيبه منين، مش عارفه اسمه، دورت على امازون مش عارفه. فبليز اللي يعرف يا ريت يقول لي. يبقى شكرا لكم جدا. طيب انا هنا هسيبه يتكرمل مع السكر والعسل شويه كده، اكون سخنت الميه وارجع لكم. طيب هنا بصوا البصل بدأ يتكرمل خلاص كده بقى حلو قوي، شايفين؟ هنا هعمل ايه الخطوه، هعمل كده بس اللحمه اظبطها واحط زي كوبايه ميه او اقل من كوبايه الميه، عشان ايه؟ اللحمه تبقى مستويه. لازم الميه تكون سخنه، عشان انت لو نزلتي على اللحمه ميه ساقعه مش هتطيب. احط لها حبه تاني، يعني اغطي 3/4 كده، هسيبها كده بقى واروح مغطياها وموطيه النار خالص زي الشمعه كده، واسيبها بقى ايه تستوي براحتها. ولما تستوي هوريكم الشكل النهائي. وقبل ما تستوي ب5 دقايق هقول لكم البهارات اللي انا هحطها. كده خلاص خلصنا، استوت وشربت الميه بتاعتها اللي انا حطيتها، زودت لها كمان حبه ميه. ماشي، دي خلطه الملح، لو عايزينها قولوا لي. هحط طبعا الحياء اللي انا عايزاه. الحياء ده طبعا انت بتحبي الاكل مالح مش اكل مالح، دي حاجه ترجع لك. ماشي، انا هحط بس كده الحياء بتاعتها، نقلبها تقلبتين بس. انا بقول لكم مش بعرف اصور عشان التليفون بيبقى في النص. بس كده وبكده اكون خلاص خلصت الفيديو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم والوصفه تعجبكم، واستنوني فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تشتركوا في الصفحه برضو، وتعليق حلو منيكم. واستنوني في وصفه جديده مع رندا باشا.